السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا متابعين من كل مكان في فيديو جديد من قناه يوميات اسر العصريه. الفيديو ده ان شاء الله انا النهارده عند والدتي، وده هرتب هنا الصاله. فانت تعودي ان انت اي مكان بتروحيه، بالذات مثلا لو اقاربك وكبار في السن، حاولي انت تبقي ايه يعني نشيطه وتعملي في اي مكان. يعني بروح عند امي، عند حماتي، عند عمته، لو الناس محتاجين اي حاجه تخليكي ايه مش رايحه انت ضيفه، لا خليكي زي صاحبه بيت، ومادام هم محتاجين يعني حاولوا تتحركوا كده. فانا حبيت اصور عشان اشجعكم معايا. لما تروح عند والدتك او حماتك او عمتك او عند خالتك، اي حد محتاج كبير في السن مثلا وبيحتاج ان انت تعملي معاه، تروحي وتتحركي وتنضفي وتساعدي وتناولي، مش تكوني ضيفه. انا هنا بشيل الفرش، شايفين الحته عامله ازاي؟ هتشوفوها ان شاء الله بنوضبها دلوقتي. وهنا اهو السرير، المرتبه طبعا اللي كنا اشتريناها سوا اللي كنت قلت لكم عليها، هنشيل طبعا المرتبه القديمه وهنحط المرتبه الجديده، وهنشيل الفرش وهنمسح وهنوضب الدنيا ان شاء الله، والحيط وكله. وهنشتغل بالخرطوم والميه برضو. اول حاجه بقى انا هجيب الزعافه. هبتدي بعد ما اشيل الفرش في الارضيه هزعف. اول حاجه هزعف زي ما قلت قبل كده. دي الزعافه اللي قلنا عليها، عشان هما هنا الدور الارضي والمساحه بتبقى عاليه قوي، فالزعافه اللي هي الخوص بتاع زمان دي عارفينها كويس. اللي لقينا واحده منها، احنا كنا بندور عليها بجد ولسه جايبين واحده جديده، لان الزعافه العاديه مش شطور. فدي الزعافه اللي هي الجريد بتاع زمان او الخوص. وهزعف الاول السقف، وهنشيل الحاجه وهنوريكم ان شاء الله. وطبعا الحافظه بتاعت السجاد دي مهما متبهدله خالص زي ما انتم شايفين، هاخدها انقعها دلوقتي في البانيو وتتغسل كده. شلنا المراتب وشلت المولة اللي هي الواح خشبيه، وشلت بقى اي حاجه تحت السرير. كنا مخزنين هنا البطاطين، طلعناها طبعا فوق تشمس وشلناها من الاكياس. دلوقتي بقى همسح تحت السرير، وهنفض طبعا السرير كويس جدا خشب، وهنمسح تحته وهنرجع عشان نفرش، نحط المولل ونحط المرتبه تاني. لوفا، وحطيت لها شويه دوني مع ديتول مع اي معطر عندك وشويه اريال. وببتدي طبعا على الخيط برضو بغسله بحاجه كده. ومعايا طبعا هنا الخرطوم، هنا الاتربه يعني الدهوس هنا كتير، فببتدي بالخرطوم كده وبغسل الحيط باللوفا وبشتغل بالميه على طول. نخلص بقى الحيطان ونرببه كله وهننشف الارضيه. وهنا جبت الميه اللي امسح بيها، طبعا حطيت فيها ديتول ودوني ومعطر وشويه اريال، وبمسح هنا الارضيه. طبعا احنا بنمسح بالقماشه دي اللي هي بتبقى زي صوف، زي ما قلنا احسن. ننشف بقى الارضيه ونظبط ونرجع. بعد ما مسحنا تحت السرير هركب دلوقتي الملل. بعد ما اركب مولل السرير خلصت انا الصاله كلها، واخر حاجه بعملها ان انا عطرت الاوضه كمان، عطرت الصاله كمان. اخر حاجه ان انا بعطر عشان تبقى انا كده مسحنا وزعفنا وغسلنا كمان الحيطان بالميه. وزي ما وريتكم اهو كده الشكل النهائي. هوريكم الشكل النهائي من الصاله. ده طبعا باب الصاله، ده باب الشقه يعني اول ما ندخل على طول اهو الارضيه الجنب كده، ده الجنب اليمين. وهنا على الايد اليمين في هنا اوضه بس فوق كده، عشان كده دول الارض عالي، فتحت عاملين نصها لمكان العربيه، ودي اوضه فوق كده. مروحه شغاله اهو. صح هنا والسرير بعد ما نضفت تحت طبعا ركبناه وفرشناه، عشان طبعا الجو بدأ يبرد ففرشنا. دي اللي هي دفايات، دي دفايات شتوي. وطلعنا البطاطين بطانيه. ده شكل السرير اهو بعد ما اتفرش وتركب، والارضيه بعد ما مسحت وفرشنا. هنا في شاشه، وهنا هنا باب الحمام. كنا عملنا توسيع هنا يعني، خدنا الحته دي وحطينا طبعا سرير هنا في الصاله عشان اي حاجه تعبان يعني. كانت ماما تعبانه وبتقعد هنا على طول في الصاله في الاول، فجبنا لها سرير هنا عشان تريح عليه. وهنا الفوطه. وباب الحمام قريب يعني للي موجود هنا، اللي ينام هنا يبقى جنبه الحمام مطبخ. وطبعا الكنبه اللي كانت هنا في الاول شلتها رجعتها تاني لاوضه الضيوف اللي هي الكنب بتاعها، عشان هي كانت موجوده هنا فشلناها ووديناها اوضه الكنب افضل يعني. خلاص كده الاوضه طبعا احنا كده مسحنا وزعفنا وكنسنا وفرشنا وكل حاجه. ده كده الشكل النهائي للصاله. يا رب الفيديو يعجبكم، متنسوش بقى من تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني وبتفرحني، واشكركم جدا جدا جدا. بشكركم كتير لانكم غيرتوا حياتي بصراحه، وتعليقاتكم دي بتعجبني جدا.
ربنا يا رب يكرمكم ويفرحكم زي ما بتفرحوني. الى اللقاء بقى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفيض حنينا دروب الحياة ويشرق فيها شعاع الأمل، وفي رحلة العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل.